السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي المشاهد، عملنا ابديت جديد وتحديث جديد لبرنامج تيك بايتس تويك هاب، فيه مميزات جامدة جدا لازم كانت تبقى موجودة في البرنامج. أول حاجة خلينا نفتح البرنامج بالشكل دوت كده، وأول حاجة هتلاحظها إن الداشبورد اتغيرت. لو نزلت تحت كده عزيزي المشاهد سنة هتلاقي جزء اسمه الريسنت تشينجز، وده جزء مهم جدا جدا وهيسهل عليك إن أنت تجرب أي تويك من غير ما تقلق ولا يحصل لك أي مشاكل. ببساطة جدا يا عزيزي المشاهد، أي تعديل أنت بتعمله في البرنامج بيظهر في ريسنت تشينجز، وتقدر إن أنت لو التعديل ده عمل لك مشكلة أو في أي حاجه مش ظابطه معاك تقدر ان انت تغير التعديل ده وترجعه زي ما كان. يعني بالمعنى الاصح كانك رحت على الاوبتمايزيشن كده وقمت عامل دي زي كده اون، وبعد كده لو التعديل ده عمل لك مشكله او انت مش عاجبك التعديل ببساطه جدا ممكن تعمله اوف كده عادي جدا. فخليني مثلا اعمل دي اون بالشكل دوت كده اللي هي التيرن اون بي سي اي ميموري مابينج. ببساطه جدا لو رحت على الداشبورد وهنزل تحت كده شويه هتلاقيها ان اتحطت لك في اخر تعديل انت عامله اللي هو التيرن اون بي سي اي ميموري مابينج، وهتلاقي ان هو مخصص لجزء الرام. ببساطه جدا لو دوست على اندو بالشكل دوت كده التعديل دوت هيرجع ويتعمل له ريفيرت ويرجع لك القيمه الاساسيه اللي كانت موجوده على الجهاز عندك. فده هيديك امان اللي انت تجرب اي تعديل انت عايزه من غير ما تخاف ومن غير حتى ما تقعد تدور على التعديل ده اللي انت كنت عامله وكان فين وموجود فين بالظبط. لان في ناس كانت بتفتح الاوبتمايزيشن وتقعد تدور في التعديلات وتقعد تدور وليله كده قصه كبيره. فبسيطه جدا كل التعديلات اللي انت عملتها هتلاقيها موجوده هنا. وبسيطه جدا لو دوست على اكسباند برضه هتلاقي ان هو جايب لك اخر 10 تعديلات، واي حاجه انت بتعملها بتضاف هنا. حتى لو انت عايز تلغي كل التعديلات اللي انت عملتها على الجهاز ببساطه جدا هتقعد تدوس على اندو 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 وهيرجع لك كل التعديلات اللي انت عملتها على الجهاز. وده اول جزء وده اهم جزء بالنسبه لي وافضل جزء اتضاف في البرنامج في التحديث ده. بعد كده عايزين المشاهد الجزء الثاني والمهم معانا هو البروفايل. ببساطه جدا اول ما تفتح البروفايل هيحمل معاك بالشكل دوت كده. البروفايل يا عزيزي المشاهد مفيش الا بروفايل واحد دلوقتي اللي انا عامله تمام، وهو البروفايل بتاع البرفورمانس. وده ببساطه جدا عشان تستعمله لازم يبقى عندك 32 جيجا بايت رام وانتل سي بي يو تمام، او معالج من انتل. ببساطه جدا البروفايل ده انا اوريدي عامله تمام، يعني انت ممكن تعمل ابلاي وريفيرت للبروفايل. البروفايل ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن تويكس جاهزه او البريسيت الجاهزه اللي انت عاملها. يعني على سبيل المثال فلنفترض ان انت عامل اوبتمايزيشن هنا او الاوبتمايزيشن دي عاجباك والدنيا زي الفل، كل اللي هتعمله هتروح على البروفايلز وبعد كده هتدوس على اكسبورت كارنت سيتنجز وهتسمي البروفايل ده اي حاجه، يعني مثلا هنسميه سمير تيستنج تمام. ببساطه جدا في جزء الديسكريبشن تقدر ان انت تكتب اي حاجه عن البروفايل دوت، يعني مثلا على سبيل المثال ماكس برفورمانس اي حاجه بحيث ان انت تفتكر البروفايل ده كان عن ايه. يعني على سبيل المثال هنكتب ماكس برفورمانس تيستنج مثلا نيفيديا جي بي يو تمام. وحاول دايما ان انت وانت بتكتب في الديسكريبشن ان تكتب ديسكريبشن سهل بحيث ان اي حد تاني يقدر يفهمه، لان البروفايل اللي انت بتعمله هنا البروفايل دوت بيتشير مع اي حد بيستخدم البرنامج، بحيث ان انت لو عملت بروفايل كويس وناس كتير استخدمت البروفايل بتاعك هيتعمل له رانكينج ويبقى ياخد رانك 1 والناس تقدر تستعمل البروفايل ده. حتى انا ممكن استعمله عادي جدا. والاسر هنا اكتب اسمك عادي جدا، وبعد كده اختار لك ايكون يا عزيزي المشاهد اي ايكون عاجباك، يعني على سبيل المثال هنختار اليا تمام، وبعد كده هدوس على اكسبورت. ببساطه جدا هيبدا يجمع لك كل التويكس اللي انت عاملها على الجهاز عندك ويبدا يعملها في شكل بروفايل تمام. زي ما انت شايف ديت التويكس اللي موجوده، زي ما انت شايف 205 تعديل في البروفايل دوت. اي حد هيقدر يعمل ابلاي بروفايل هيبدا يطبق كل التعديلات زي التعديلات اللي انت عاملها بالظبط او التعديلات اللي انت مسيفها. فده ببساطه جدا لو انت مثلا عايز تعمل التعديلات دي على جهاز تاني تقدر ان انت تعمل البروفايل دوت وتعمل ابلاي بروفايل. اي حد مثلا حابب ان هو يجرب البروفايل بتاعك يقدر يعمل له ابلاي وريفيرت، يعني يعمل يطبق البروفايل ويعمل له ريفيرت. لو انت لاحظت هنا عايزين المشاهده تلاقي ان كلمه ابلايد 0 تايمز تمام، معنى كده ان مفيش حد طبق البروفايل دوت. لو انا دوست على ابلاي بروفايل بالشكل دوت كده هيبدا يعمل ريفيرت للبروفايل اللي انا عامله اوريدي ويطبق البروفايل الجديد. فخليني اعمل ابلاي بروفايل وهتستنى لحد ما يخلص. فهو دلوقتي بيعمل ابلاينج للبروفايل وبعد كده هيظهر لك رساله السيستم بنش مارك ريدي. ببساطه جدا دي لو انت عايز تعمل ريستارت ناو وتطبق البروفايل دوت او تعمل ريستارت بعد كده. دي ببساطه جدا بتعمل لك بنش مارك على الجهاز بتاعك قبل وبعد عشان يشوف هل فعلا البروفايل دوت اداك اداء ولا ما اداكش اداء. ده بيقيس الليتنسي واستهلاك المعالج واستهلاك كارت الشاشه والرامات. فبسيطه جدا هنقول له ان انا هرستر بعدين. وزي ما انت شايف يا عزيزي المشاهد اول ما عملت ابلاي للبروفايل دوت هتلاقي اني ابلايد 1 تايم. فبسيطه جدا في واحد عمل ابلاي للبروفايل دوت او البروفايل ده اتطبق مره واحده. بسيطه جدا اي حد بيبدا يطبق البروفايل دوت بيبدا يعد هنا ويزود الرقم دوت، وكل ما بيزيد كل ما معنى البروفايل دوت ان هو كويس وناس كتير بتستعمله هيبدا ان هو يعمل له رانكينج. يعني لو في كذا بروفايل هنا هتلاقي ان البروفايل دوت هو اللي موجود توب 1 وهكذا بيبدا يعمل لهم رانكينج. على سبيل المثال لو حد جرب البروفايل بتاعك او انت مثلا في ملحوظه في البروفايل بتاعك عايز تكتبها ببساطه جدا هتلاقي علامه الكومنت هنا. ببساطه جدا هتدوس عليها كده وهنكتب مثلا سمير بيجرب البروفايل وهدوس على بوست. وبعد ما عملت بوست للكومنت ببساطه جدا هتلاقي ان في رقم واحد ظهر كده. اول ما ادوس عليه هشوف كل الكومنتس المكتوبه على البروفايل دوت. وما ينفعش تعمل كومنت على البروفايل لمده يوم، يعني انت اخرك
كومنت في اليوم الواحد ببساطه جدا. دوت بينبه الناس مثلا هل البروفايل ده كويس، هل مثلا لما حد يستخدم البروفايل دوت ظهرت معاه مشاكل يقدر يعمل كومنت بالمشكله اللي ظهرت معاه، بحيث ان صاحب البروفايل يبدا يعدل البروفايل دوت ويعمل بروفايل جديد وهكذا. يعني مثلا على سبيل المثال واحد استخدمه مع لابتوب ما كانش كويس، واحد استخدمه مع جهاز كمبيوتر بقى كويس، فيقدر يكتب الكومنت هنا بحيث ان اي حد يستفيد من البروفايل دوت، واللي عامل البروفايل ذات نفسه يقدر يطور من البروفايل ده. يعني عباره عن كوميونتي الناس بتعمل فيه بروفايلز وتويكس جاهزه. وده ببساطه جدا بدل ما انت تقعد تلف البرنامج وتلف على الاوتومايزيشن وتقعد تعمل انيبل وديسيبل والليله ايه التعبانه دي، ببساطه جدا ده بيعمل لك بروفايل جاهز وتقدر تجرب بروفايلز بتاعت الناس عادي جدا. اخر حاجه معانا تقدر ان انت تمسح البروفايل اللي انت عملته دوت. بسبيل المثال انا مثلا عملت البروفايل ومش عاجبني وعايز اعمل بروفايل جديد، فهدوس على ديليت بروفايل وكده البروفايل يتمسح نهائي، كده ما يقدرش حد يطبقه ولا حد يستعمله نهائي، ولا انت ولا اي حد على الكوميونتي. فده ببساطه جدا جزء البروفايل. جزء البروفايل ده جميل جدا جدا، وهديكوا يعني بص عيشوا بقى، اعملوا بروفايلات زي ما انتوا عايزين وجربوا وعيشوا واعملوا اللي انتوا عايزينه. ده ببساطه جدا لجزء البروفايل. بعد كده عندنا جزء النتورك يوسج. ده ببساطه جدا بيحسب استهلاكك من النت. يعني على سبيل المثال انا النهارده استعملت 5 ميجا لانه يعتبر لسه فاتح الجهاز، واستعملت في الشهر دوت 1 جيجا و40. طبعا البتاع دوت لسه معمول فما حسبش كتير. واللي انت برضه هتلاحظه تمام، ودي الاضافه الجديده، هتلاقي حاجه اسمها شو اولويز فيزيبل سبيد ويدجت. دي ببساطه جدا ويدجت للسبيد بتاع النت بتاعك، يعني الداونلود والابلود. لو لاحظت كده تحت على الشمال هتلاقي ان في داونلود وابلود وبيعدوا بالميجا. يعني خلينا نروح على الفاست كده، اكتب فاست بالشكل دوت كده، هتلاقي ان هي بتتغير معاك زي ما انت شايف. سرعه النت عندي 24 هي جايبه نفس سرعه النت اللي هو الداونلود. فببساطه جدا ده بيقرا سرعه الداونلود والابلود عندك في الجهاز. يعني لو انت الجهاز بتاعك مثلا في حاجه شغاله بتعمل داونلود في الخلفيه، هتلاقي ان الرقم دوت عالي، فتعرف ان في حاجه بتعمل داونلود. ونفس الفكره في ابلود، يعني دلوقتي في ابلود شغال في الخلفيه، لو انا قفلت المتصفح كده هتلاقي ان الابلود ده راح وما بقاش فيه اي استهلاك نت على الجهاز. يعني دلوقتي الجهاز حرفيا ما فيش اي استهلاك نت شغال عليه. دي ممكن تغير مكانها بسهوله جدا. لو فضلت دايس عليها بالشكل دوت كده تمام، ممكن احطها هنا، ممكن احطها في اي حته، هي تكه واحده تمام، وتحطها في اي مكان انت عايزه. عايز تحطها مثلا جنب الايكون بتاعه الويندوز ذات نفسها ممكن تحطها على الشمال خالص. انا بحب انها تتحط على الشمال خالص. وخلي بالك هي مرتبطه بالتاسك بار، فدي اضافه جميله جدا جدا بحيث ان هي تعرفك الداونلود سبيد والابلود سبيد اللي على الجهاز بتاعك. ودي كانت برده من الاضافات اللذيذه. بعد كده عندك ممكن تحجم الابلود، وممكن تعمل مانثلي كوتا ان هو يديك تنبيه ان انت اتعديت عدد الجيجات دي. انا كنت هنا ناوي اعمل لنا داونلود سبيد ليميت، يعني اخلي فيه ليميت للداونلود والابلود، بس دوت محتاج ان انا اعمل له درايفر معدل وقصه كده كبيره جدا، فمش هعملها دلوقتي لان ممكن تعمل مشاكل، والدرايفر بالذات ممكن يعمل بلو سكرين على الجهاز عندك. فديت لما انا اجربها واتاكد ان هي شغاله زي الفل هنزل لكم الداونلود والابلود ليميت سبيد، ولكن دي مش هعملها دلوقتي تمام، ولكن دي لسه في الخطه. فالجزء ده يعتبر مفيش فيه حاجه مهمه غير الشو اولويز سبيد ويدجت، لان الداونلود والابلود سبيد لسه ما ظبطتهمش، فيعتبر ده الجزء الاهم. عشان تظهرها وتخفيها ببساطه جدا هتعمل دي اوف وتدوس على ابلاي، هتلاقيها ان هي اتشالت. لو انت عايز تظهرها هتدوس على دي اون وهتدوس على ابلاي، هتلاقيها ان هي ظهرت معاك بالشكل دوت كده. بعد كده من الجزء المهم اللي اتضاف معانا الويندوز فيكسز. ده ببساطه جدا بيعالج اخطاء ويندوز 10 وويندوز 11. يعني مثلا لو انت عندك مشكله في النتورك او الواي فاي مش ظاهر معاك، ببساطه جدا هتدوس على رن وهيبدا يحل لك المشكله دي. مثلا لو انت عندك مشكله في الطبعه هتعمل فيكس للبرينتر سبولر ببساطه جدا. مثلا لو انت عندك مشكله في السيرش والكورتانا، في ناس كتير عندها مشكله السيرش دي بيعملش سيرش، يعني انت لو كتبت اي حاجه تلاقي ان السيرش ده مش شغال، فببساطه جدا ممكن تصلحه عن طريق اللي انت تدوس على رن هنا وهيبدا يصلح لك المشكله دي. المايكروسوفت ستور والاكس بوكس والكورابتد سيستم فايلز، ده ببساطه جدا هو يعتبر اشهر الحاجات في ويندوز 10 وويندوز 11. برضو جزء الديبلوت اتغير معانا شويه، هتلاقي ان في شويه ايكونز زادوا، وهتلاقي ان الانستول بقى ديب شويه او اعمق شويه بحيث ان هو يشيل حاجه من جذورها. بعد كده بقى هنيجي لجزء الكستمايزيشن اللي تعدي فيه حاجات كتيره جدا. اول حاجه لو رحت على الكورسور بالشكل دوت كده، ودي صفحه جديده تماما، ده ببساطه جدا بيغير لك شكل السهم بتاع ويندوز 11 او 10 عادي جدا. فخلينا مثلا نختار ويندوز 11 اللي هو البوينتر بلاك، هدوس على داونلود اند ابلاي. زي ما انت شايف هتلاقي الكورسور بتاع الويندوز اتغير، او لو شكل السهم بتاع ويندوز اتغير. على سبيل المثال هنختار دوت، زي ما انت شايف هتلاقي ان هو اتغير. طبعا ده بيغير كل حاجه، يعني بص هتلاقي اللودنج اتغير، هتلاقي كل حاجه اتغيرت، هتلاقي ايه الكليكات بتاعته اتغيرت، يعني حرفيا بيعدل لك في الكورسور بتاع الويندوز من A to Z. ممكن بقى تجرب كل دي سمات. طبعا في هنا سمات لسه هختار لهم الايقونات بتاعتهم عشان تقدر ان انت تشوفهم بوضوح، ولكن تقدر تجربهم، ولكن بعد كده هنضيف كورسورز كتير. فبسيطه جدا انا بفضل دوت، بالنسبه لي هو احسن واحد اللي هو الاسود دوت مع الدارك سيم بيرفكت تمام. تقدر ان انت تجرب بقى كل الكورسورز دي وتعيش يا عزيزي المشاهد. وبرده لو انت عملت داونلود لاي كورسور من هنا ماشي، يعني مثلا خلينا نختار سايبر بانك دوت،
لا ده صعب قوي ده. ويندوز 11 كورسور كونسبت دوت. تمام، زي ما انت شايف بعد ما انت عملت داونلود هتلاقي كل الداونلود او الكورسورز اللي انت نزلتها في الداونلود. تمام، بحيث ان انت تختارهم على طول، دوس على ابلاي وهيبدا يطبقهم لك بالشكل دوت كده. ممكن ناخد واحد مختلف. تمام، زي ما انت شايف بالشكل دوت كده طبقه على طول. تمام، ولكن لو انت مثلا الكورسور ده مش عاجبك او مش عاجبك الكستمايزيشن بتاعه الكورسور اصلا او شكل السهم، ببساطه جدا هتختار ستور ديفولت ويندوز كورسور، هتدوس عليه كده هتلاقي ان هو رجع للويندوز ديفولت او اللي هو الاصلي بتاع ويندوز 11. فانا هنا هختار الويندوز 11 كورسور كونسبت بالشكل دوت كده لان انا بحب اللون الاسود بصراحه. بعد كده عندك جزء جديد برضو اتضاف، الوول بيبرز، هتفتحه بالشكل دوت كده. بعد ما تفتحه هيحمل معاك وول بيبرز بالشكل دوت كده، تقدر ان انت تحمل اي وول بيبر انت نفسك فيها. يعني على سبيل المثال انا عجباني الوول بيبر دي، بس قبل ما احملها بالشكل دوت كده انا هقفل الوول بيبر انجن، خليني اقفله بالشكل دوت كده. تمام، ودي الوول بيبر بتاعت ويندوز 11 اللي هي الطبيعيه الرسميه. فبسيطه جدا انا عجباني الوول بيبر دي، راحت فين؟ تمام، اللي هي ديت كده. ببساطه كده هدوس على داونلود اند ابلاي وهستنى لحد ما يعمل لها داونلود وابلاي. وزي ما انت شايف الوول بيبر اتغيرت معانا بالشكل دوت كده. تمام، عادي جدا، سهله، ايزي بيزي، ليمون سكويزي. تمام، فبسيطه جدا مثلا لو انا عايز اغير وول بيبر مثلا او اعمل سيرش، خلينا مثلا نكتب فالورنت لان في ناس بتحب فالورنت كتير. خلينا مثلا نختار دي مثلا حلوه لذيذه بصراحه. اوكي، زي ما انت شايف الوول بيبر نزل بالشكل دوت كده. ممكن بقى اللي انت تنزل اي وول بيبرز انت عايزها. متهيألي الشخصيه دي اسمها سيج، مش فاكر صراحه او فايلوت. تمام، فزي ما انت شايف الوول بيبر اتغيرت بالشكل دوت كده والدنيا سهله خالص. ولكن بس وانت بتغير الوول بيبر اتاكد ان انت ترجع السهم لان متهيألي دي بجايه لسه مكتشفها. تمام، زي الفل. وكده انت غيرت الوول بيبر بتاعتك عادي بتكه واحده بدون ما تخش على النت وتنزل حاجه وتعمل القصه الحمضانه دي. واي وول بيبر انت نزلتها هتلاقيها في الداونلود هنا عادي جدا. تمام، وتقدر ان انت تعمل لهم ابلاي. انا كنت منزل شويه هنا كنت بجربهم. تمام، دي كانت عجباني بصراحه، كانت لذيذه. تمام، وتقدر ان انت بقى تعيش وتنزل الوول بيبرز بتاعتك عايزين المشاهد اي حاجه انت عايزها. عايز حاجه مثلا لاندسكيب، طبيعه، اي حاجه بقى انت عايز تنزلها، عيش وتعايش، هتلاقي وول بيبر كانك بتنزلهم من على النت وبتعمل لهم ابلاي. وكمان الكواليتي بتاعتهم ممتازه. وده يعتبر نهايه تحديثات تيك بايت تويك هاب. ولكن اللي حابب اقول لك عليه ان في تحديثات كتير اتعملت في التويكس ذات نفسها، ولكن انا مش هقعد اشرح لك التويكس اوريدي اصلا انا قلتها. يعني الاوبتمايزيشن دي كانت فيها بجات بتحصل كتير وعالجناها لان اي بجايه بتحصل بتتبلغ على السيرفر عندي. فبعد كده انا بقدر اعالج البجات دي عشان اعرف المشكله اللي بتظهر لليوزرز وابدا ان انا اشوف المشكله فين في التويك وابدا ان انا احلها. البرنامج مجاني تماما، تقدر ان انت تنزله وتجربه عادي جدا وتتعايش بيه. برنامج هيفيدك جدا جدا جدا، والبرنامج ده خاص بالقناه هيفضل فوريفر مجاني. تقدروا ان انتوا تجربوه، هسيب لك لينك داونلود البرنامج في الديسكربشن وفي اول كومنت. ولو حابب تدعم البرنامج ممكن تدعمه عن طريق اللي انت تعمل سبسكرايب للقناه دي، وتصدقني ده هيفرق معايا جدا. او اللي انت تدعم البرنامج مثلا لو انت عايز تدونيت اي حاجه من بيبال او انستا باي، وده هيفرق معايا جدا جدا جدا. واعرف ان انتوا حابين البرنامج دوت قوي لان اي حد هيتبرع بحاجه هو مش مضطر ان هو اصلا يعمل دونيت ليها، فده بالنسبه لي حاجه كبيره جدا. وفعلا يبقى انت البرنامج دوت قدم لك قيمه يخليك ان انت تعمل دونيت للبرنامج دوت. فده ببساطه جدا هو التحديث الاخير في برنامج تيك بايتس تويك هاب. لسه في تحديثات كتير عايز اعملها. لو انتوا عندكم افكار او اي حاجه مثلا عايزين تضيفوها في البرنامج قولوا لي يا جدعان. البرنامج دوت يعتبر برنامج خاص بالقناه، برنامج خاص بيكم انتوا اللي تقدروا تعملوا فيه كل حاجه. انا بحاول ان انا اخلي البرنامج دوت تقدروا تعدلوا فيه حاجه. يعني انا مش عايزكم تبرمجوا بس انا عايزكم انتوا اللي تعملوا البرنامج. انا والله لو اعرف في ناس كويسه في الاوبتمايزيشن انا عندي استعداد ان انا ادي لها السورس كود بتاع التويكس ده وتبدا ان هي تعدل وتدوس. ممكن اعمل الموضوع ده في المستقبل، ولكن يعني مش عايز ان انا اعمل كده لاني عايز حد ثقه، لان الموضوع دوت مش هزار. وبرده في تريكايه حابب اقول لك عليها، نسيت اقول لك عليها، ان لو انت عملت مثلا اي تويك والتويك ده عاجبك ببساطه جدا لو دوست على علامه القلب دي ببساطه جدا ده بيبدا يعد الرقم واي حد هيبدا يشوف الرقم دوت. يعني مثلا لو 10 داسوا على الرقم دوت هيشوف ان في 10 عملوا فيفورت للتويك دوت، فيعرف ان التويك ده كويس فيبدا ان هو يقرا الديتيلز ويشوف التويك دوت هل مثلا هينفعه ولا لا. ودي برده نسيت اقول لك عليها. فبسيطه جدا يعتبر دي كل التحديثات او التغييرات اللي حصلت في برنامج تيك بايتس تويك هاب. ولو عجبك الفيديو ده يا عزيزي المشاهد ما تنساش اللايك والسبسكرايب الجميل وتقول لنا في الكومنتات هل جربت البرنامج والبرنامج فعلا نفعك ولا لا. وما تنساش برده لو انت عايز تشتري اي لعبه من على الستيم تقدر تتواصل معانا على دي سيرفر الديسكورد. وفي ناس كتير اشترت مننا الالعاب والتجربه كانت معاهم زي الفل، وتقدر ان انت تسالهم او حتى تخش على سيرفر ديسكورد لو عندك اي سؤال تقدر ان انت تساله عادي جدا. فبدون كلام كتير اشوفك الفيديو الجاي. ما تنساش اللايك السبسكرايب الجميل وبيس. انا مش عارف بتكلم بايدي دي يا جماعه والله بس عشان المايك هنا لو حركته هيبدا يعمل اصوات اللي هي الاصوات الغريبه دي. انا نسيت حاجه كده في البرنامج.